وبنرجع بعدها تاني لموانا والطاقم بتاعها اللي بيبان انهم فرحانين جدا بالرحلة دي. واثناء ما هم ماشيين في طريقهم النيزك بينفجر قدامهم فبيتصدموا كلهم وما بيكونوش عارفين ازاي هيكملوا طريقهم. وفجأة المحيط بيجرفهم لتيار مية قوي وبيسحب القارب بتاعهم، لكنهم بعدها بيفرحوا لما بيشوفوا جزيرة بعيدة. ومجرد ما يقربوا من الجزيرة دي موانا بتكتشف انها سفن القراصنة اللي بيطبلوا وبيقربوا منهم بسرعة كبيرة، فبتستعد موانا علشان تنطلق بالقارب. لكن الغريب ان القراصنة مش بتهاجم وبيعدوا من جنبهم بالسفن بتاعتهم. وساعتها موانا والطاقم بتاعها بيتصدموا لما بيشوفوا محار عملاق جدا وبيفهموا ان المحار ده بيجري في السفن ليه علشان يدمرهم. وساعتها موانا بتجيلها فكرة مجنونة وبتستخدم الحبل اللي مربوط في سفن القراصنة وبتربطه في القارب وبتنطلق وراهم بسرعة كبيرة، وبسبب مهارتها العالية بتقدر انها تعدي منهم. لكن للأسف القراصنة بيبدأوا يهاجموها بالأسهم المخدرة فبتتصدى ليهم موانا وبتقدر تتفادى الأسهم دي. لكن في النهاية الطاقم كله بيتخدر بما فيهم موانا. ولحسن الحظ الديك بيفرد الشراع بتاع القارب، ووقتها زعيم القراصنة بيشوف رسمة جزيرة موتوفيتو وبيفرح جدا وبيخلي أتباعه يرحبوا بموانا وبالطاقم بتاعهم وبيبدأ يرسم ليهم رسومات معينة. ووقتها موني بيفهم من الرسومات دي مكان جزيرة القراصنة اللي بتكون موجودة في نفس المحيط اللي فيه جزيرة موتوفيتو واللي من وقت ما اختفت وهم مش قادرين يرجعوا لجزيرتهم. وموانا بتفهم ان القراصنة مش أشرار زي ما هي كانت متخيلة، وبتتأكد إنها لو ساعدتهم في هزيمة المحار العملاق أكيد هم كمان هيساعدوها إنها تلاقي جزيرة موتوفيتو. ولحسن الحظ لوتو بتجيلها فكرة مجنونة بتقول ليهم إنهم لو قدروا يخدروا المركز العصبي للمحار العملاق هيغرق في المحيط. وساعتها موانا بتعجبها الفكرة دي وكمان زعيم القراصنة بيطلب منها تنفذها. وبعد شوية موانا والطاقم بتاعها بيتحركوا